تحلق شنبك ده يا بهلول؟ اصطبحنا على الصبح. مش هحلق شنبي يا هانم. يا بهلول الواد بيتسرع لما يشوفك وبيقعد يصرخ. ومين بقى اللي قالك الكلام ده إن شاء الله؟ أنا ملاحظة الواد بيتسرع منك. قلبي يتسرع ده حتى الواد بيحب الشنب وبيقعد يلعب فيه، ده بيشد فيه كده وبيبقى مبسوط. يا بهلول بيشد شنبك عشان قرفان منه، عايز ينتفلك وشك من الشنب ده. بس اسكتي وما تعمليش فيها فلحوسة. أنا فلحوسة؟ فلحوسة ومش بتفهمي في لعب الصبيان. طب بيصرخ ليه لما بيشوفك يا بهلول؟ عشان مبسوط، بيصرخ من الفرحة إنه هيلعب مع أبوه. يا سلام. وبعدين دي لغة مشتركة ما بيننا، أب وابنه بيلاغوا بعض. انتي بتتحشري ليه يا حشرية؟ بصراحة كده أنا بخاف على الواد منك يا بهلول. ليه بقى إن شاء الله؟ في أم تخاف على ابنها من أبوه؟ أيوة، أنت أول ما بتاخد الواد بتقعد تنططه وتمرجحه كأنه عامل زي اليويو، وأنا بخاف على الواد لحسن يقع. الاسطوانة اشتغلت. خلاص ما تعيطيش. ده أنا خايفة على بهلول الصغير يا بهلول. لا يا ستي ما تخافيش، أنا بلقفه تاني، مش هيقع على الأرض ما تقلقيش. لا يا بهلول، أنت يا إما تبطل تنطط الواد يا إما تبطل لي أرضية الشقة بقى كلها سفنج. وبعدين بقى، طب مش هبطل انططه ومش هبطل الأرض سفنج. إيه قولك بقى؟ بهلول. هانم هتعمل إيه؟ هبطل الأرض سفنج وأمري لله. أيوة. يلا يا مايا، اتأخرنا على الناس. ثواني بس يا بيبي، بلبس مليكة. ساعة بتلبسي مليكة؟ هي رايحة فرح. انت بتتريق يا هاني، ده بدل ما تيجي انت تغير لها وتلبسها هدومها. لا يا حبيبتي، ما انتي لازم تتعودي تعملي حاجات بنتك بقى. ها، عارفة لو كانت ولد كنت انا اللي اعمل الحاجة ولا كنت اسألك في الموضوع ده. طب اقعد ساكت يا هاني. ما اقصدش حاجة على فكرة. انا قصدي يعني اني ما بفهمش في موضوع الفساتين ده ولا توك الشعر ولا اي حاجة من الحاجات اللي انتي حطاها دي. ما شاء الله خبيرة فيها جدا، وما اعرفش انتي حطاهم ازاي. عشان تعرف ان انت متدلع يا هاني ومش مستحمل مسؤولياتك. ده انا من يوم ما اتجوزنا وانا شايل البيت كله فوق راسي. وعارف تشيل لوحدك، ما طلعش تقيل فوق راسك. انا اللي بنزل اجيب كل حاجة. طب وايه يعني يا بيبي؟ وانا اللي بغسل وانا اللي بطبخ وانا اللي بمسح، وانت اللي على طول نايمة يا اما بتعملي مانيكير وباديكير. طب ما هو ده العدل يا بيبي. عدل ازاي بقى ان شاء الله؟ انت شلت البيت فوق دماغك وانا شلت مليكة في بطني 9 شهور. لا كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك، بتتعبي معانا والله. تسلمي. يا هاني صحيح، اعمل حسابك من بكرة هنزل الشغل ان شاء الله. الله، امال مين اللي هيقعد بمليكة؟ انت طبعا يا بيبي. يعني بالنهار هشيل البيت واشيل مليكة وانت تروحي الشغل بتاعك؟ يا هاني. وبالليل انزل اشتغل في الشركة بقى وانت تروحي تاكلي وتنامي. يا بيبي. طب يلا عشان اتأخرنا على الناس. طيب مين بقى اللي أخرنا يا هاني، أنا ولا أنت؟ أنا يا حبيبتي، حقك عليا يا مايا، مني لله. ألو، الحقني يا هاني. مالك يا بهلول، في إيه؟ استنونا في الجزء الثاني من يوميات بهلول وحرمه المصون في رمضان 2025. استنونا.